رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا الأيام بالخير واليمن والبركات. كتير بيسألوا احنا أولادنا مش بياكلوا كل الأكل ليه؟ يعني ابني ما بياكلش غير صنفين 3 بس، أجي أديله حاجة تانية يبقى لأ ومش عايز ياكلها، وممكن كمان يقعد 2 أو 3 عامل إضراب عن الأكل. عايزة تعرفي ليه؟ هقولك، بس في الأول عملتوا لنا متابعة وبتشوفوا كل الفيديوهات اللي هتساعدكم في تربية أولادكم؟ لو ما عملتوش كده روحوا تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك ميس مرام أسامة، وعلى اليوتيوب عاطف وعاطف مع ميس مرام، وعلى الانستجرام مرام أسامة، علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي هتساعدكم في تربيه اولادكم. تعالوا كده نرجع لورا شويه، لا لورا اكتر كمان. فاكرين ايام الدوله الفاطميه، بالاخص ايام المستنصر بالله؟ طيب فاكرين كمان المجاعه اللي حصلت في مصر لما الناس ما كانتش لاقيه تاكل، لدرجه ان هم كانوا بياكلوا القطط والكلاب في الشارع؟ ده كمان لما كان حد بيموت فيهم بدل ما كانوا يروحوا يدفنوه كانوا بياكلوه. طب هو يا ميس مرام ايه لازمه اللي انت بتقوليه ده يعني بموضوع الاكل والاطفال ايه العلاقه؟ العلاقه ان الانسان لما الجوع بيقرصه بياكل حتى الحاجه اللي هو ما بيحبهاش، ما هي دي اللي قدامه، هيموت من الجوع يعني. بس احنا كأمهات وقلوبنا اللي بتوجعنا ما نقدرش نشوف اولادنا قاعدين حبه على بعضهم من غير ما ياكلوا، ولازم زن فوق دماغهم فبيمسكونا من ايدينا اللي بتوجعنا. يعني انا طول الوقت معوده ابني ان هو بياكل لانشون وناجتس وبرجر، واجي مره واحده امنع كل ده، اقول له مثلا كل جبنه ريش، اصل دي اللي فيها الفايده. طب وانت من الاول ما عودتهوش عليها ليه؟ خلاص اللي حصل حصل يا ميس مروه، احنا دلوقتي بنصلح. الاكل اللي انت عايزه تاكليه لابنك وهو ده السيستم اللي هنمشي عليه، لازم اول حاجه يبقى بالتدريج. تاني حاجه ما تخليش ابنك يلوي دراع. ده يا حبيبي الاكل اللي موجود، ولو ما اكلتهوش مش هيبقى فيه اكل، ولو قعد يوم او 2 أو 3 عامل اضراب عن الطعام هيجي في الاخر برضه وحيد. وما تقلقيش هو مش هيقعد لدرجه يومين، هو اخره بس من الصبح لبالليل علشان يشوفك انت هتستحملي لغايه امتى وهتضعفي ولا لا. ايه ده؟ هي ماما مش هتاكلني ولا ايه؟ طب هاتوا الصنف اللي عندكم ده وانا هاكله. مش بقول لكم امنعوا اولادكم من الاكل او نحرم اولادنا من الاكل، بس لازم نعود اولادنا على ان كل الاكل ده نعمه ربنا، وما ينفعش نقول لنعمه ربنا لا، والاكل اللي يتحط قدامنا هو اللي يتاكل. النهارده احنا معانا فلوس ان احنا نجيب كل ما لذ وطاب، بس ممكن بكره نقع في ازمه ماليه وما يبقاش معانا الماليه اللي تسمح ان احنا نقدر نجيب لاولادنا كل الحاجات اللي بيحبوها. لازم نعود اولادنا ان زي ما في يوم احنا بناكلكم كل اللي انتوا عايزينه، في يوم كمان ممكن ما نبقاش قادرين ان احنا نجيب لكم كل اللي انتوا بتحبوه. لازم اولادنا يتعودوا على زي ما في ايام حلوه في كمان ايام صعبه، وده اللي هيخليهم يقدروا يتعاملوا مع الحياه لما يكبروا. انا عارفه ان احنا كلنا بنبقى عايزين نجيب حته من السما لاولادنا، بس اولادنا مش هيفضلوا صغيرين، هيجي لهم وقت وهيكبروا وهيقابلوا صعاب كتير في حياتهم. لازم نبقى مدربينهم عليها من وهم صغيرين علشان يكبروا قادرين يتحملوا المسؤوليه، وعلشان كمان ما يتعبوناش في فترات المراهقه وفترات ما بعد المراهقه، ونفضل طول الوقت شايلين هم اولادنا هيعملوا ايه وهنوفر لهم ايه. لازم اولادنا يعتمدوا على نفسهم. وأقابلكم في كلمتين على السريع معلومه جديده عن الطفل.